حبايب قلبي، اوعى تكونوا لسه بترموا مية الغسالة الاوتوماتيك او حتى الغسالة العادية. انا بصراحة ما برميهاش، بحطها في قلب الطبق زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا معايا نشوف انا ممكن استفيد منها ازاي وبعمل بيها ايه. اهلا بيكم حبايبي، حبايب قناة توفير واعادة تدوير. فيديو جديد ولقاء جديد. في بداية الفيديو بعتذر عن صوتي لان انا عندي برد، بس معلش ما قدرتش اتأخر عليكم. النهاردة يا جماعة بديكي فكرة جميلة قوي على استخدام مية الغسالة. احنا كلنا بننطر او بنخرج مية الغسالة الاوتوماتيك على الصرف على طول، لكن انا جات لي الفكرة دي بالصدفة لما كنت بنظف الحوامل بتاعتي. انا كنت دهناهم بلون مختلف عن اللون الاصلي بتاعهم. دلوقتي تعالي شوفيني انا استخدمت بقى مية الغسالة دي ان انا اشيل البوهية اللي كانت محطوطة غير البوهية الاساسية، وطلعت بمنتهى السهولة من غير اي مجهود خالص. هتشوفيني وتتابعيني انا عملت ازاي، واستخدمت حاجة انا طبيعي كانت المية دي هنروح نرميها خلاص، مش هنستخدمها تاني. بدأت أحط الحوامل بتاعتي اللي هما الشيالات في قلب طبق، بحيث إن الطبق ده يكون مناسب ليكي، ويكون مناسب لحجم الشيالة. وبعدين زي ما أنا قلت يا جماعة، أنا ما برميش مية الغسالة. بدأت بقى إني أنا أحط المية وأستقبلها في الطبق ده بدل ما أرميها، واستغلها ان انا استفيد منها. وبعدين المفروض ان انا بشيلها يوم او يومين، ما بيجرالهاش اي حاجه، لان احنا عارفين انه المنظف بتاع الاوتوماتيك ده بتبقى كله مواد فعاله، مواد مزيله للاتساخات، مواد مزيله للدهون، وطبعا معاه كربونات ومعاه مواد اخرى. يعني بمعنى ان هو طبعا في برضو مواد زي اللي هي الاضافات بتاعه الروائح، يعني بريحه الفل، بريحه الياسمين، الكلام ده كله. يعني انت ما تقلقيش لما الميه اللي خارجه من الغسيل، لما ان هي تقعد يوم او يومين، ما تقلقيش ان هي تغير الريحه او حاجه يعني خالص يا جماعه. هبتدي اسيبها يوم او يومين، وبعد كده بعد ما اسيبها اليوم او يومين هاجي هلاقي تغيير شامل خالص للالوان اللي انا كنت حطاها للحاجه اللي معايا دي. وزي ما بقول ان ده مش اللون الاصلي بتاع الشياله بتاعتي، انا كنت دهناه انا ببهيه وعايزه اني انا اشيله. بعد ما نقعتها يومين كده وسبتها، شايفة الجمال؟ مجرد ما نقعتها وسبتها كل البوهية زي ما انت شايفة كده بتنزل، مجرد ما انا بعملها بايديا، ولا محتاجة اني انا استخدم لها مثلا سكينة او كده. يعني كل الاماكن اللي هي قدامك اللي هي سارحة على طول دي، آه، انا طلعتها مجرد ما بعملها بايدي زي ما انت شايفة كده. انا بصراحة ما استخدمتش فرشة السنان القديمة ولا استخدمت السكينة الا في الاماكن اللي هي العمودية، يعني تبقى ايه، عمود جاي طول والعمود التاني بالعرض، لان بتبقى البوهية فيه بتبقى جامدة قوي في الحتة دي. بصراحة حكاية ان انا انقعها دي واسيبها شوية بوشت البوية خالص، لان زي ما قلت لك المية دي فيها مواد غريبة جدا جدا. وزي ما احنا قلنا انا مش محتاجة ان انا اقعد اقول لكم بقى تركيباتها ايه وكده، لان انتوا عارفين احنا يعني كناس كيميائيين عارفين التركيبات كلها بتاعت المنظفات دي. بس انت بالنسبة لك يعني ايه كست بيت عادية، يعني هتبقي عارفة انه هي بتحتوي على مواد لإزالة البقع ولإزالة الاتساخات والدهون والكلام ده كله. زي ما انت شايفة تأثرت بيها البوهية، زي ما انت شايفة قدامك بالظبط كده، منتهى السهولة طلعت منها.
دلوقتي انا بقرب لك بقى الكاميرا علشان تشوفي ازاي السهولة بيطلع بمنتهى السهولة. شايفة قدامك بيطلع كده على ايدي، مجرد ان انا اعمله كده بصوابعي على طول تطلع البوهية باشت خالص من ايه المادة بتاعة المنظف اللي هو محطوط في الغسالة. خدوا بالكم يا جماعة ان ممكن قوي كمان لو اي حد عنده غسالة عادية، مش شرط غسالة اوتوماتيك، اي نوع منظف سواء الغسالة العادي او الاوتوماتيك، لو انت هتاخدي شويه من الميه وتحطيهم زي ما انت شايفاني كده وتنقعي فيهم الشيالات دي، هتبقى خرافه في منتهى الجمال. بتشوفي قدام عينيكي كده وانا بطلعهم، ولا مجهود ولا اي حاجه، زي ما انت شايفه كده طلع. مجرد ان انا امسك كده بايديا يطلع منها على طول البويه، لاني طبعا المواد دي مواد ساحره زي ما قلنا، وبتحتوي على مواد كيميائية بتأثر يعني، فما بالك هي بتطلع البقع وبتطلع الدهون والاتساخات كلها اللي في الهدوم. يبقى هنا ممكن يعني بسهولة جدا عليها ان هي هتطلع لك المواد اللي هي موجودة، او هتفكك لك البوهية اللي انا دهناها. طبعا انا مهتمة ان انا اشيلهم علشان انا بعد كده هدهنهم بلون تاني. مثلا انا كان عندي اخضر وعندي واحدة ازرق هوريها لكم دلوقتي. بس احنا بنقول انه لما تيجي تدهنيها دهان تاني ما يبقاش عندك في حاجه مكلكعه، حاجه مش نظيفه. عشان كده انا اهتميت ان انا اشيل البويه القديمه، لان انا مش محتاجه اللون ده خالص دلوقتي. طبعا اصبحت في منتهى الجمال والروعه زي ما انت شايفه كده. وبعد كده بقى ببتدي اخلص، واللون الاخضر بدأ يظهر لك اهو زي ما انت شايفه كده. ودي عندي كده الشيالة التانية، احنا اللي كنا شغالين فيها الأخضر، ودي الشيالة الأزرق. برضو أنا بدأت أشتغل فيها، وبعد ما أخلص خالص هبتدي بقى أصبن، وبعد كده إن أنا إيه أشطفهم وخلاص. يبقى كده أنا طلعت منهم البويات، وهوريهم لك بقى بعد ما أخلص التنظيف بتاعهم خالص. شايفة بقى الجمال بعد ما خلصت واتصبنت، ده اللون الأخضر رجع للأصلي بتاعه. أنا قلت في الأول أنا عندي أخضر وأزرق، وكل البوية اللي عليه اتشالت جميلة قوي زي ما انتوا شايفين كده، ورجع اللون الأصلي بتاعها. انا يعني حطاهم، وده الازرق بقى اللي انتوا شايفينه، انا حاطه عليها شويه حاجات كده في الغساله مؤقتا، او يعني قصدي حطها على الغساله مؤقتا. بعد كده بقى انا هبتدي ادهنهم، يعني ارشهم او ادهنهم باي لون انا محتاجاه. ده ميزه الشيلات المعدن بصراحه يا جماعه، ان هي بتدهن في اي وقت انت عايزاه، واللون اللي انت حباه يعني. لو انت بقى وصلت معايا لحد هنا، استنى المفاجأة اللي جاية، لان في الشيالة الاكبر بقى هتشوفها دلوقتي بعينيك، وازاي انا نضفتها بنفس المية بتاعة الغسيل. تروحوش هنا ولا هنا، شوفوا بقى الفقرة اللي جاية ديت انا عملت فيها ايه. المفاجأة بقى دلوقتي هي القفاصة اللي انت شايفاها دي. دي شيالة كبيرة بتاعت الثوم والبصل، او ممكن بتبقى شيالة برطمانات، شيالة ازايز، اي مكان انت بتحفظيه فيها او بتحطيها فيه، سواء بتحطيها في حمام لو حمامك كبير، او بتحطيها في المطبخ بتحطي فيها بصلك وتومك والبطاطس والكلام ده كله. انا كنت جايباها من زمان، وكانت اللي هي الستانلس، وليها الاقفاص اللي انت شايفينها الملونة دي. نفس الطريقة أنا استخدمت مية الغسيل، وخدت الأقفاص بتاعتها ونقعتهم، وزي ما انتوا شايفين كده رجع اللون الأصلي، جميلة جدا وزي الفل، واللون رائع رجع لأصله تاني. طبعا كنت دهناها لون مختلف. كمان طبعا دلوقتي طالع التربو البلاستيك واشكال مختلفه، دي انا عندي من زمان. يا ريت بقى يعني انا لما قربت لك الشكل كده، شفت انت ازاي اثرت الميه وطلعت لي البويه اللي كنت دهنها بيهم. والفكره جميله جدا، يعني انا احب قوي ان انا يعني اكون قربت فكره ان انا ازاي استغليت ميه الغساله. وهرجع اقول تاني، سواء الميه العاديه بتاع الغساله العاديه او الغساله الاوتوماتيك، شوفوا عملت لي ايه وانا ما رميتهاش. احنا كلنا بنبقى حاطين طبعا الخرطوم على الصرف، لكن وقت اللزوم انت ممكن تستخدمي الميه وتعملي فيها الفكره اللي انا وريتها لك دي.
يا ريت تكون الفكرة عجبتكم، ولو انت يعني وصلت معايا للفيديو للنقطة دي، تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. تنساش كمان اللايك للفيديو والاعجاب بالفيديو عشان يترفع. وانا بشكر كل اللي بيشوف الفيديوهات بتاعتي وتفاعل معايا، وتحية خاصة لكم جميعا والله على التفاعل الجميل للفيديوهات. ان شاء الله القاكم على خير، والقاكم باذن الله بافكار جديده وكل حاجه واعاده تدوير سواء الخامات او اي حاجه عندنا في البيت. ان شاء الله الى اللقاء في فيديو قادم وفي افكار جديده. ويا رب ادعوا لي ان انا ما اغيبش عنكم المره الجايه، واكون بقيت كويسه اكتر، يعني عشان انا كنت طبعا تعبانه، بس الحمد لله يعني دلوقتي بقيت احسن، حتى الصوت مختلف عن اول الفيديو. ان شاء الله نلقاكم على خير. باي باي.